عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، أي لا تؤخروا الأعمال الصالحة، بل بادروا بها، لأنكم لا تدرون ما يعرض لكم، ولا يؤجل الإنسان العمل الصالح، بل يبادر إليه لئلا يفوته، لأنها ستكون فتن تصرف الناس عن الأعمال الصالحة إلا من ثبته الله عز وجل. قوله فتنا منصوب على أنه مفعول للمبادرة، وهذا فيه أن الإنسان يتمسك بدينه عند الفتن ويلجأ إلى الأعمال الصالحة، يشتغل بعبادة ربه ولا تصرفه الفتن عن ذلك. قليل من يثبت عند الفتن إلا من ثبته الله وتمسك بالأعمال الصالحة. نعم. قال: كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الليل المظلم، يعني عظيمة والعياذ بالله، فتن مظلمة ما يهتدي الإنسان فيها إلى الطريق الصحيح، لأنها ملتبسة، إلا من أعطاه الله علما وفقها وعملا صالحا ينجو به من هذه الفتن. نعم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. نعم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. هذه الفتن إذا جاءت فإن الناس يختلفون فيها، فمنهم من يثبت على دينه مع ما يناله من المشقة، ومنهم من ينحرف، وهم كثير، يصبح مؤمنا على الإيمان ثم ينحرف في آخر النهار يمسي كافرا، وعلى العكس يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. السبب: يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا دليل على أن من الفتن الدنيا، يعني زهرة الدنيا وزينة الدنيا والأموال، هذا من الفتن. فقد يأخذ الإنسان الطمع، حب الدنيا، فيترك دينه من أجل ذلك. والله حذرنا من الدنيا وزينتها والاغترار بها، إنما نأخذ منها قدر ما يعيننا على طاعة الله عز وجل. أما أن ننطلق مع الدنيا وننسى الآخرة هذا هو الهلاك. اعمل لدنياك واعمل لآخرتك، لا تنهمك مع الدنيا وتترك الآخرة، ولا تنهمك مع الآخرة وتترك الدنيا، بل خذ من هذا ومن هذا. والدنيا مطية للآخرة، ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مطية ومزرعة للآخرة، ولا يتمتع بها وينشغل بها إلا الكفار والمنافقون. نعم.